إنا لله وإنا إليه راجعون. في صباح حزين خيم الصمت على قلوب عشاق الكرة، وارتدى نادي الزمالك ثوب الحداد بعدما رحل عن عالمنا لاعب الكرة السابق إبراهيم شيكا الذي قاوم المرض بشجاعة، لكن غلب الجسد ورحل الروح. شيكا الذي سكن قلوب الجماهير بابتسامته قبل لمساته، وبأخلاقه قبل مهاراته. خاض معركة الحياة بشرف حتى النهاية. لم يكن نجما فقط على أرض الملعب، بل كان إنسانا نقيا يحمل طيبة نادرة وحبا لكل من حوله. اليوم تبكيك مدرجات حلمت بهتاف اسمك، وتشتاق لك قلوب كانت تراك الأمل في كل مرة تلمس فيها الكرة. نم هادئا يا شيكا، قد كنت جميلا في حضورك ونقيا في وداعك. إنا لله وإنا إليه راجعون. راح شيكا وساب الوجع وراه. يا ناس شيكا مات، شيكا اللي كنا بنهتف من قلوبنا ليه، اللي ضحكته كانت بتنور المدرجات، اللي عمره ما كسر بخاطر حد. النهاردة بيسيبنا ويمشي وسايب قلوبنا مكسورة، مش قادرين نصدق إنك مشيت يا شيكا. لسه شايفينك في الصور وفي الممشات، في اللحظة اللي كنت بتجري فيها ورا الكورة كأنك بتحلم بيها من الطفولة. تعبت يا شيكا ووجعك وجعنا. شافك الكرسي المتحرك بس ما شافكش ضعيف. كنا بندعي لك، كنا مستنيين معجزة، بس ربنا كان أحن وأكرم بالرحمة. هتفضل جوانا اسمك وصورتك، ضحكتك وهتافنا ليك. شيكا يا فخر الزمالك، حتى وانت سايبنا لسه بنحبك. نام مرتاح يا قلب أبيض، واحنا على العهد مش هننساك أبدا. وداعا شيكا، بدموعنا بنودعك. إنا لله وإنا إليه راجعون. يعاني إبراهيم شيكا من سرطان مستقيم، وهو مما أدى إلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير، حيث ظهر عليه فقدان ملحوظ في الوزن وشحوب في الوجه، مما أثار تعاطفا واسعا من محبي كرة القدم. وبعد الكشف عن تفاصيل مرضه، تساءل العديد من المتابعين عن تطورات حالته الصحية وإمكانية استجابته للعلاج. في لقاء إعلامي مع الصحفي محمد موسى، وجه شيكا شكر لكل من سانده في هذه الأزمة، وعلى رأسهم الكابتن ياسر شبل، كما عبر امتنانه للدعم الذي تلقاه من وزير الدفاع ووزير الصحة ووزير الشباب والرياضة، مشيرا إلى أن مساندتهم كانت لها تأثير إيجابي عليه بدورها. كشفت هبة التركي زوجة إبراهيم شيكا عن آخر التطورات الصحية لزوجها في تصريحات صحفية بعد إعلان الفنان تامر حسني دعمه له. وأوضحت أن شيكا أجرى فحص المسح الذري، وهو في انتظار النتائج لتحديد مدى استجابته للعلاج والخطوات العلاجية القادمة. ونشر إبراهيم شيكا لاعب نادي الزمالك السابق صورة تجمعه مع الفنان محمد رمضان من داخل المستشفى، حيث يتلقى العلاج من مرض السرطان. وظهر شيكا راقدا على سرير المرض، بينما أمسك محمد رمضان بيده في لفتة ودعم ومساندة أثارت تفاعلا واسعا بين الجمهور. وعلق شيكا على الصورة قائلا: نورتني يا نمبر 1، معبرا عن امتنانه لزيارة محمد رمضان ودعمه في هذه المرحلة الصعبة من حياته. توفي صباح اليوم السبت 12 إبريل 2025 لاعب نادي الزمالك الأسبق إبراهيم شيكا بعد صراع مرير مع مرض سرطان المستقيم. عانى شيكا في الأشهر الأخيرة من تدهور حاد في حالته الصحية، حيث فقد الكثير من وزنه وأصبح غير قادر على الحركة أو تناول الطعام، مما اضطره للجلوس على كرسي متحرك. أعلنت شقيقته بتول نبأ وفاته عبر حسابها على انستغرام قائلة: إبراهيم شيكا في ذمة الله. كان شيكا قد ظهر في مقاطع صور مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بدأت عليه علامات التعب والإرهاق الشديد، مما أثار تعاطفا واسعا من جماهير الكرة المصرية ومتابعيه. تقدم نادي الزمالك وجماهير الكرة المصرية بخالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان. وإنا لله وإنا إليه راجعون.